ازيكم عاملين ايه؟ حبيت ان انا اشارك معاكم اللي هو مش تفاصيل قوي، بس اللي هو يعني ايه اللي حصل ان انا عشان اخد الجنسيه الامريكيه. انا كنت عملت قبل كده فيديوهين عن اللي هو تفاصيل الحصول على الفيزا الامريكا، وتقريبا برضو كنت عملت يعني قلت اللي هو تفاصيل موضوع الجرين كارد والكلام ده وكده، لان انا اصلا مصريه متجوزه من امريكا. فقلت برضو اكمل يعني السلسله دي بالمختصر المفيد. بعد 3 سنين من الجرين كارد عرفت ان انا اقدر اقدم على الجنسيه الامريكيه. فابتديت بقى ان انا اقدم. تمام، كان في موقع كده معين، هبحط لكم في اللينك علشان لو انتوا مثلا حد واخد الجرين كارد وبالفعل عايز يبدا في ان هو يعمل اجراءات الحصول على الجنسيه الامريكيه. تمام. فبعد كده بعد ما قدمت وكده، هو بصراحة كارل بيتعامل مع شركة معينة هو بدأ معاها من وقت ما انا اصلا فيزة الخطوبة، اللي هو فيزة ان احنا عشان اتجوزه وكده والكلام ده. فهو بعت يعني تواصل مع الشركة دي علشان يساعدونا ان احنا نعمل كل الاوراق والكلام ده، بيكون اسهل بصراحة كتير جدا، وعلشان ما نغلطش اي غلطة. تمام. فهو بعد ما تواصل معاهم هم قالوا له بقى ايه الاوراق المطلوبه وكده. هي الاوراق المطلوبه على فكره بتكون موجوده على الموقع اللي انا هحطه لكم ده. بس الفكره الشركه دي كانت بتساعدنا اكتر يعني، اللي هو بالتفاصيل عشان ما نعملش اي غلطه او الكلام ده او كده. وبعد كده طبعا عرفت ان في امتحان، ان هما بيكون في 100 سؤال خاص بقى بالسياسه يعني حاجات كده خاصه بامريكا، يعني معلومات عن امريكا وكده. فذاكرت ال100 سؤال ده. بعد كده بعد ما قدمت بقى كل الاوراق اللي هم بيطلبوها وكده، على فكره اوراق خاصه مثلا يعني بتفاصيل دقيقه جدا يعني، فعشان طبعا يتاكدوا ان انا حقيقيه وان احنا جوازنا ده حقيقي والكلام ده وكده. بيكون مثلا حاجات عن الحساب بقى البنكي ومعرفش ايه، وفي حساب بنكي لازم يكون مشترك ما بيننا. تفاصيل بقى انتوا هتعرفوها طبعا بتختلف من كل شخص للتاني، مثلا غير ما يكون حد متجوز اجنبي، سوري، حد متجوز امريكي فبياخد الجنسيه بناء على كده، غير ما يكون حد مثلا جاي هجره عشوائيه، غير ما يكون حد، يعني كل شخص بيتختلف يعني. تمام، لما تدخلوا على الموقع هيقول لكم التفاصيل، بس انا بحاول اختصر لكم ايه اللي حصل معايا. تمام. فبعد كده قدمنا كل الاوراق اللي هم طلبوها وكده. بتاخد وقت شويه بصراحه لان تفاصيل كتير، وبعدين علشان احنا مثلا عندنا ولد وبنت فبرضه لازم تفاصيل معينه خاصه بالاولاد والكلام ده وكده. وبعد كده بقى ذاكرت طبعا للامتحان. الامتحان سهل جدا يعني، 100 سؤال بتكتبه، بس اللي هو ال 100 سؤال بتوع يعني بتاع الحصول على الجنسيه الامريكيه والكلام ده وكده بالانجليزي. وتقريبا موجود على الموقع برضو، المهم تقدروا تطبعوه. ما انا طبعته وذاكرته عادي. المهم بعد كده رحت بقى في انترفيو، جالي ورقه ان انا خلاص كده تمام، ان انا عندي انترفيو في ميعاد معين. فرحت بقى الانترفيو ده. وبعد كده الشخص اللي كان هناك كان لطيف جدا بصراحه. يعني انا محجبه وانتوا عارفين وكده، ما كانش فيه مثلا عنصريه او تعامل مش ظريف، لا بصراحه كان تعامل كويس جدا. بعد كده بقى هو سالني في ضمن ال100 سؤال اللي انا ذاكرته ده، وسالني طبعا على الاوراق بقى، تفاصيل الاوراق اللي انا عملتها اللي احنا قدمناها والكلام ده وكده. واوراق برضو خاصه زي ما قلت لكم واوراق بقى خاصه زي ما قلت لكم بابني وبنتي، والحساب البنكي ما بيني انا وكارل والكلام ده، وتفاصيل دقيقه يعني المفروض ان انتوا يعني ايه بتختلف زي ما قلت لكم من شخص لشخص. تمام. بعد كده هو في المقابله نفسها قال لي ان انا خلاص كده نجحت، وان انا كده خلاص اخدت الجنسيه الامريكيه. ده انا عملت المقابله كان في شهر 12، يعني في حوالي 19 12 بالظبط. بعد كده جالي ورقه ان انا بروح بقى احلف تقريبا يمين او مش عارفه ايه والكلام ده او كده يعني. بيكون زي مجموعه ناس بقى معينه، مش انا بس، بيكونوا معايا برضو. يعني من اللي هم اخدوا الجنسيه الامريكيه وكده، بيكون تقريبا حلف يمين او مش عارفه والله اسمه ايه يعني. وبنروح كلنا. كان بقى لما رحت كده كان في رمضان، يعني كان في شهر 3، كان في شهر مارس. فكده يعتبر كام شهر يعني، حوالي يعتبر زي ما 3 شهور يعني، بعد 3 شهور. بس هما بقى هناك عملنا اللي هو حلف اليمين والكلام ده وكده كلنا كمجموعة، وبعدين بيدوني الورقة اللي هو المكتوب فيها بقى ان انا خلاص كده اخدت، ان انا يعني حاصله على الجنسيه الامريكيه وكده. ايه اللي حصل بقى بعد كده؟ ان انا رحت علشان اقدم على الباسبور الامريكي. بعد ما رحت اقدم على الباسبور الامريكي قالوا لي ان ما ينفعش، لازم يكون معايا اللي هو الاي دي بتاع الولايه اللي انا فيها. فرحت بقى او مثلا رخصه سواقه او كده او الكلام ده. انا بصراحه ما كانش معايا رخصه سواقه، انا لسه مش بعرف اسوق. تمام، او مش بحب اسوق، المهم يعني. بس فرحت بقى عملت الاي دي بتاع الولايه اللي انا فيها والكلام ده وكده، وعملت برضو بتاع اختبار السواقه والكلام ده موضوع تاني يعني. بس وبعد كده رحت قدمت على الجواز الامريكي تاني واخدته يعني بعد 15 يوم.
بس دي القصة بكل اختصار. اتمنى الفيديو ده يعني يكون فاتكم بالنسبة لحد بيحاول يشوف ايه اللي بيحصل، يعني ان احنا بناخد الجنسية الامريكية ازاي وكده بعد ما بناخد الجرين كارد. تمام. بس يا ريت بس ما اكونش طولت عليكم ويكون يعني كلامي واضح. ولو اي حد عنده اي سؤال في التعليقات ان شاء الله يعني احاول ارد عليكم لو انا اعرف الاجابة. وبرضو اللينك بتاع الانستجرام هيكون في صندوق الوصف، لو مثلا انتوا حابين تسألوني بتفاصيل اكتر او حاجة او كده ممكن عادي تبعتوا لي رسالة انا برد، يعني لو مثلا لو معلومة انا عارفاها. بس سلام.